ازيكم يا احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. فيا ريت لو لسه مش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشتركي. ولايك وكومنت حلو منك كده علشان القناه تكبر بيكو. النهارده جيت علشان اعمل في الكاتل، فلقيت زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه ايه زي ما يكون يعني فيه جير كتير كده في القعر بتاعه. فقلت اما اعمله الاول علشان طبعا بيسيب اثر في الشاي او اي حاجه انت بتعمليها. جبت معلقه كربوناتو ومعلقه ملح ليمون، وحطيتهم كده وحطيت عليهم كوبايه ميه وسبتهم يغلوا شويه في الكتل. خدوا غلوه كده، وبعد كده هتشوفوا بقى شكله بقى عامل ازاي. الصراحه انا ما كنتش متوقعه النتيجه بتاعته، يعني انا اول مره اعملها. انا كل مره كنت بقعد اغسل فيه كتير 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 لحد ما يطلع، وكان بيطلع بصعوبه. بس المره دي عملت كده ومفيش، هو يا دوبك غلي. وانا اصلا انا بقيتش مصدقه النتيجه من كتر ما انا شايفاه، يعني مستغربه هو ايه ده، هو بجد كده. بجد يا جماعه بصوا زي ما انتم شايفين كده طلع بيلمع جدا. كأنه اصلا ما كانش فيه حاجه، كأني انا لسه جايباه جديد. بس اللي كان مضايقني بقى ان النور اللي هو كان فيه ده فجأة وقف كده اتحرق، ما انا مش عارفه ليه مع ان انا اصلا مش بستعمله كتير. بس الحمد لله. يعني كمان جبت الكنكه دي. انا كنت بعمل فيها شاي بقالي فتره. يعني كل ما بغلي فيها ميه بلاقيها بتعمل جير كده ومش بيطلع خالص، فقلت اما اجرب معاها برضو نفس اللي انا عملته في الكتل. فجبت الميه السخنه بقى اللي هي كانت اتغلت في الكتل وكبيتها فيه. وزودت عليها ميه وزودت عليها برضو ملح ليمون وكربوناتو، وحطيتها تغلي كده تاخد غلوتين 3 كده. المهم ان انا غسلت الكاتل ده، غسلته بقى بالميه كده والصابون من بره ومن جوه، ونشفته طبعا عشان ما يكهربش. وبعد كده احط فيه الميه واحطها تتغلي كذا مرة علشان مكان الملح الليمون ومكان الكربوناتو ده يروح خالص، ما يسيبش اثر في اي حاجة انا هشربها. وبعد كده هعمل بقى فيه عادي، هجرب بقى اعمل فيه. فانا هنا كنت حطيت فيه مية تاني علشان اغلي فيه كده مية واشوف ايه النتيجة بعد مرتين، يعني بعد ما غلي مرتين وكبيت المية. الصراحة كان جميل أوي، وحاسة اصلا ان مفيش اي حاجة، حتى الريحة اللي هي بتاعت الملح الليمون او الكربوناتو مفيش اي حاجة خالص. بالعكس ده هي كمان ما عملتش اي ريحة وما عملتش اي رواسب مكانها ولا اي حاجة. وطلع الاستانلس اللي في القعر ده بيلمع بيلمع جدا. بس للاسف مع الجير اللي كان في الكنكه هي ما عملتش فيه حاجه، يا دوبك ان هي دوبت جزء بسيط قوي منه. وفضلت اعمل فيه كتير علشان يطلع ما طلعش. فيا ريت لو حد يعرف الطريقه اللي ممكن اطلع بيها الجير اللي هو في الكنكه ده، يا ريت يكتب لي في الكومنت. بس هنا عملت كوبايه نسكافيه بقى، وقلت بقى ايه نبدأ اليوم كده في هدوء كده. كنت اصلا فطرت. انا اصلا مش من محب الفطار خالص، مش برجح الفطار، بس هو لازم وده ضروري طبعا، لان هما زي ما بيقولوا هو افضل وجبة للجسم. وجبة الفطار دي اللي بيتبني عليها بقية اليوم كله. وكمان لو انت فطرت تقيل بتفضلي طول اليوم تقيلة وبتقدريش تتحركي كتير. اما لو انت فترة فطار صحي، فطار هادي كده، يعني مش فول وطعمية وحاجة بتنجان مقلي الكلام ده والبطاطس والكلام ده، معدتك بتبقى مرتاحة طول اليوم وبتقدري تتحركي وتعملي كل اللي وراكي. بس بعدين بقى قعدت بقى شغلت شوية قرآن. وكمان انا بحب اسمع ايات قرآن على الصبح كده عشان يتعود ان هو القرآن ده اساسي وهو اول حاجة في يومنا. وكمان يتعود ان هو بيسمعه على طول. فبجد بجد يا رب يجعلهم من حفظة القرآن يا رب بجد. انا بتمنى ان اي حد يعلم ابنه ان هو يحفظ قرآن. مش شرط ان انا يعني علشان ابني مش في الازهر، ابني في مدرسة، ان انا ما خلوش ياخد قرآن. يا جماعة اللي ما حفظش قرآن وما تدبرش كده وتدقق في معاني كل آية في القرآن بجد فاتوا كتير جدا.
احيانا كده لما بتحسي ان انت متضايقه او بتحسي ان الدنيا متقفله قوي، ان الدنيا ما فيهاش خير، ان كل حاجه ما بقتش فيها بركه وكده، لو قعدت تقري قران، في ايات كده بتظهر قدامك بتحسسك بتفاؤل جدا، بتحسسك ان كل ده عكس اللي انت بتقوليه، وان الدنيا لسه كويسه، وان ربنا يعني دايما في كل حاجه معانا. فبجد بجد لازم دي حاجة نعملها، لازم نخلي ولادنا يحفظوا القرآن. بس كده. فبعد كده قلت اما ادخل بقى على الغدا، انا كنت قاعدة في امان الله عادي جدا يا جماعة، والله مفيش اي حاجة، انا في دماغي ان انا داخلة اعمل مكرونة، فلقيت شوية عدس عندي، قلت اما اعمل ليه ما اعملش كشري. الصراحة الكشري ده اي حد بيحبه، دي اكلة اصلا اي حد بيحبها، كبير صغير، وعلى طول بتنطلب وكده. فدخلت سخنت اول حاجه، جبت ميه سخنه، حطيت في حله ميه سخنه وحطيت فيها ملح، وبعد كده نزلت بالمكرونه. كان عندي شويه مكرونه سباكيتي وشويه مكرونه اقلام، حطيتهم على بعض. ما طلعتش بقى ان انا اشتري حاجه او كده، قلت باللي عندي بقى. سبت المكرونه طبعا تستوي، وشلتها وغسلتها طبعا عشان المكرونه بعد كده تفرفر مني وتبقى كويسه. بعد ما بغسلها وبصفيها وبسيبها تنشف شويه، بقوم نازله عليها بمعلقه زيت علشان تفرفر كده وتبقى معايا كويسه ومفلفله كده. بعد كده انا جبت حله صغيره ونزلت فيها بالسمنه. الكشري النهارده يا جماعه هيكون مختلف عن اي كشري انت كلتيه في حياتك، وبجد جربي الوصفه ديت. حقيقي حقيقي بجد والله ما فيش حد جرب الوصفة دي غير لما قال لي تحفة واحلى 1000 مرة من الكشري اللي هو بتاع المحلات. والنتيجة بجد هتنبهري بيها يعني، ومش انت بس، بالعكس والله اي حد ياكل منها. هي فيها تركاية مختلفة عن اي كشري تاني. خليكم معايا لاخر الفيديو هتعرفوا انا بجد عملت فيها ايه، وازاي هي اصلا بتبقى مختلفة. انا بعد كده جبت الحله علشان اعمل شويه رز، كان فيه رز، فقلت ان انا اسلق الرز جنب المكرونه والعدس بحيث ان كل حاجه تبقى جاهزه. وجبت العدس كده، والعدس اللي هو البني، وسلقته وسيبته، يعني هو زي ما انتوا شفتوا كده، انا نقلته بعيد عشان يستوي. قربت منكم الكاميرا هنا على الحله دي علشان هعمل فيها الرز. نزلت بمعلقتين سمنه، زبدة، وبعدين انا هنزل بقى بالرز وهلف فيه شوية كده لحد ما يسخن. وبعد كده انا ما كانش عندي شعرية، فقلت مش لازم اكتفي بالسباكيتي، فحطيت معلقتين، حطيت كوبايتين رز. والعدس كان حوالي ربع كيلو كده. طبعا انا صفرت هنا البصلة دي، وهنزل عليها بالطماطم. جبت طماطم وهسبكها، يعني هنزل على البصلة بالطماطم ديت. فهنا اصلا كانت خلاص بقى المكرونه انا شلتها، والعدس خلاص قرب يستوي. الموضوع يا جماعه ما خدش بجد ساعه الا ربع مني، وكان خلصان، وكل حاجه كانت بيرفكت بجد، وحاجه انت ضمناها. عشان نروح نشتري طبق زي اللي انا هعمله ده مثلا، مش اقل من 80 جنيه علشان تجيبي الكميه دي. فليه مثلا ان احنا ما نعملهاش؟ وبجد هي بتنطلب على طول وبتبقى حاجه كويسه. بعد كده انا جبت الطماطم هنا وضربتها في الخلاط وهصفيها، وهحطها بقى تتسبك. هنزل بيها على البصله هنا عشان تتسبك. انا مش عايزه البصله تغمقي مني عشان ما تعملش حرقان على الصدر، فانا بدي البصله بس ان هي تتدبل مني كده وتاخد لون. وبعد كده هسيبها بقى ان هي تتسبك مع نفسها. بلاش ان احنا نتك عليها علشان يعني تبقى كويسة، وكمان ما تتعبش، يعني ما تتعبش، في ناس كتير بتتعب منها وكده. فلا، احنا عايزينها تبقى حاجة خفيفة، وعايزين الاكل يبقى كويس معانا. بس كده. فكان العدس خلاص استوي مني، وانا صفيته من المية اللي هي كانت فيه. وبعد كده حطيته بقى، سبته في الحلة بتاعته، والرز كان استوي، والمكرونة كانت خلاص خلصت. بعد كده هاجي بقى بالبصل بتاعي. انا كنت قطعت بصلتين كده يعني بصلة متوسطة، قطعت منها 2. وبعد كده هنزل الاول هقطعها حلقات، هعملها حلقات كده تكون رفيعة.
وهنزل بيها بقى في الزيت. بس انا كنت هنا حطيت الزيت وسبته بقى علشان يعني يسخن شويه، مش عايزاه يقدح جامد عشان لما انزل فيه البصله ما تحمرش مني مره واحده. قلت بقى اما احط البهارات واظبط التسبيكه اللي انا عملتها دي. وهنا بقى هنزل بالعدس على التسبيكه دي، ودي التركايه المختلفه عن اي حاجه تانية، عن اي عدس انتوا بتعملوه او اي كشري انتوا بتعملوه. لما اجي تاني يوم ان انا مثلا عايزه اكل منه، او اجي بعد شويه ان انا عايزه اكل، فهسخن العدس، فهتقوم كل حاجه معايا في الاكل سخنه. لكن لو انا عاملاه مثلا في حله واحده، عامله الرز على المكرونه، باجي مثلا تاني يوم علشان اسخن بلاقي الموضوع معجن كده معايا. لكن هنا لا، بيفضل الاكل كل حاجه لوحدها ومفرفره وكويسه جدا، وما بتاخدش اصلا مني مجهود. هي بس مجرد ان انا يعني انا مثلا كنت بحط في الحاجه في الحله اشيل منها، اقوم غاسله الحله وانا واقفه ورايا على طول. حقيقي ورايا يا جماعه مفيش اي حلل ولا حاجه، انا كنت بغسل اول باول. هنا بقى هنزل بالبصل ولازم افرده عن بعضه. انا كنت سبته، كنت قطعته حلقات وسبته شويه علشان ينشف، ونزلت عليه بشويه ملح، لفيته كده في الملح وسبته بقى مع نفسه لحد ما الزيت قدح وكده، يعني الزيت سخن شويه كده. وبعد كده نزلت بيه اهوت، انا بفرده عن بعضه عشان لو مسك في بعضه هيلين ومش هيبقى كويس وكريسبي كده معايا. انا عايزه البصل بس ياخد لون مني يصفر بس كده، ما يغمقش، علشان لو البصله غمقت منك يعني ادت بني غامق كده بتبقى مش كويسه، بتمرر طعمها، بيمرر جامد. فلا، انا عايزه بس البصله تاخد مني لون كده وتصفر بس. وطبعا البصل ده بشويه الفلفل اللي عليه بالملح بيودي الاكله دي في حته تانية خالص. كمان مع التومه بتبقى حاجة تحفة بجد. هنا انا نزلت بالعدس اهوت. اولا كمية العدس معايا بتتضاعف اصلا بعد ما بتحطيها في التغلية. يعني لو انت عندك شوية عدس صغيرين تقدري، لو اقل من ربع كيلو تقدري تعملي بيهم الاكلة دي وتكفي مثلا 5 افراد وتبقى كويسة جدا. بعد انا طبعا بعمل الشطة لوحدها وبعمل التومة لوحدها وهنا البصل كان بيصفر خلاص معايا، والعدس كان بيتسبك، فلقيت العدس لسه ما استواش وخد مع البصل كده وادى معاه، فقلت اما ازوده شويه ميه وسبته بقى يغلي غلوتين كده. وبس البصل اهوت كان خلاص بيخلص معايا. بس هشيل البصل بقى وهحطه في طبق وهفرده كده عن بعضه. وهسيبه بقى علشان لازم افرده يا جماعة، علشان البصل لما بيتفرد كده عن بعضه بقى بينشف وبيبقى كريسبي كده. ما ينفعش ان انا اطلع البصلة وهي لسه لونها اخضر، وما ينفعش ان انا اسيبها قوي لحد ما تقلب معايا بني غامق وتمرر. لا، انا بس يعني انا بطلعها على طول اول ما بلاقيها بس بتصفر كده. فالكاميرا اصلا مش مبينه لكم اللون قوي، بس هي كانت كريسبي وخطيره بجد، كانت خطيره وكانت قلبه ريحه الشقه اصلا. بس انا طلعت هنا البصل، كنت بحاول اطلعه بالحاجه دي اللي انا مش عارفه اسمها ايه اصلا، فلقيتها مش بتطلع كويس. فهجيب مصفى تانية كده اللي هي دي، وهبدأ ان انا اطلع بيها البصل. بس كده زي ما انتوا شايفين. حقيقي يا جماعة كانت اكلة روعة وتسد معاكي في الشتاء قوي. عايزة اقول لكم ان يعني ما كملتش معايا ساعة الا ربع بجد. بجد حاجة جميلة كده، حاجة بتدفي ومش مكلفة خالص. يعني علشان نطلع نجيبها من بره هتبقى مكلفة بالنسبة لنا، لكن هنا ما كلفتكيش، هي كلها حاجات موجودة معاكي في البيت. بس هنا بقى قلت اما اعمل الصلصة بتاعت الكشري. انا بعملها صلصة وفي نفس الوقت بحط عليها شطة، حاجة بسيطة يعني، هي بتبقى 2 في 1، يعني صلصة وشطة في نفس الوقت. ما بحبش بقى ان انا اشطشط حاجة تانية، عشان لو حد عايز ياكل من اي حاجة تانية تبقى معاه متاحة. كمان في اصلا صلصة على العدس، فمش هيبقى محتاج صلصة تانية، يعني ممكن يكتفي بس بالعدس اصلا ما ياكلش صلصة تانية. بس ابتديت بقى ان انا عايزة طماطم بس تغلي غلوة
انا كنت نزلت عليها بقى بالشطة ونزلت بالملح وكده. وعايزاها بس ان هي تغلي غلوة علشان تبقى استوت معايا. وهشيلها هعمل بقى بعدها التوم. وانا هنا كنت خلاص اديتها بقى شوية توابل كده، وحطيت التوابل اصلا كان فيها شطة، فبس غلت بقى مني وقمت شايلها بقى وجبت حلة صغيرة. زي ما انتم شايفين كده انا هعمل بقى هنا التوم او الدقة بتاعة الكشري. دي بقى اللي بتودي الكشري في حتة تانية، وبجد هي اللي بتخليه يفرق في طعمه جدا. انا هجيب حلة صغيرة وهنزل فيها بمعلقة زيت. هنزل يعني حوالي معلقتين زيت كده. زيت يكون كويس، ما ينفعش ان انا استخدم زيت يكون نوعه مش كويس عشان هيبان في الاكل، هيبان في الطعم قوي. ونزلت عليها بمعلقتين توم مفروم، انا كنت مفرزاه كده في الفريزر. هنزل بمعلقتين التوم على الزيت. هحمر كده معايا التوم، المعلقتين اللي انا حطيتهم دولت. انا عايزه اديهم لون بسيط كده، بس انا مش عايزه التوم يغمق معايا علشان ما يعملش حرقان. يعني هو بيعمل حرقان تقيل على الصدر وكده، فبلاش، وكمان عشان الاطفال وكده. فنزلت عليها ب3-4 معالق خل، وكمان نزلت بربع كوبايه عصير ليمون. وهسيبهم معايا كده يغلوا غلوه، وبعد كده هتدوقي احلى دقة ممكن تاكليها في حياتك. بجد بجد طعمها جبار. زي ما انتوا شايفين كده انا ما اديتش التوم لون تقيل لا خالص، ده انا يدوبك بس اللي هو اتدبل معايا كده. بس وطفيت عليه، مرضتش بقى ان انا اتقل عليه وكده. قلت كويس عليه كده حتى لو ما اصفرش قوي، بس هو احسن من ان انا ملحقوش. وطبعا الخل بقى عليه مع الليمون بيودوه في حتة تانية خالص، والريحة بجد بتقلب ريحة الدنيا. بس ما هتبدأي بقى ان انت تغرفي الاكل. فانا حطيت هنا المكرونة. سبحان الله يا جماعة، تحسي ان الكمية كانت كبيرة قوي مع ان انا كنت عاملة عينات من كل حاجة. بس يعني دي حاجة كويسة قوي ان انا مثلا انا ما بعرفش اصلا اقدر الكميه، بس هي بالويم كده بتحسبيها. وطبعا انت ايدك في الحاجه مش اول مره بتعمليها، يعني انت بتكوني عملتيها كذا مره قبل كده، عرفتي مثلا ايه عيوبها، وواحده واحده طبعا بنتعلم. عايزه اقول لكم ان بجد بجد محدش داق الكشري ده غير لما قال مختلف وحلو جدا وكويس جدا جدا وطعمه جامد. مع ان في ناس كانت تقعد تقولك ايه دي، إيه الطريقه دي غريبه، دي مش عارفه ايه، بس بجد كانت روعه. هي احلى اكله ممكن تاكلوها في الشتاء، بتدفي جدا. وحقيقي حقيقي الكل هيعجب بيها والكل هيحبها. ولو حبيتي تسخني في اي وقت هتقومي مطلعه بقى ومسخنه العدس وحطها على الاكل على طول. مش هتقعدي بقى تسخني في المكرونه والكلام ده، لا. انا ما حبيتش خالص الطريقه التانية او طريقه الحله الواحده او كده. هي دي مكلفه ان انت بتعملي حلل كتير وكده، بس بتبقى كويسه جدا. بصوا يا جماعه، بصوا بجد الجمال، بصوا كده حاجه كده جميله كده ما شاء الله، يعني بألف هنا، بجد كانت جميله. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ويا رب بجد بجد تكونوا استفدتوا منها. حابه ان انا اعمل وصفات كتير، وحابه ان انتوا تشاركوني رايكم فيها. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. ويا ريت لايك وكومنت حلو كده يا جماعه علشان تشجعوني، لان بجد التصوير بيبقى حاجه صعبه قوي. فبجد دعمكم ليا بيشجعني جدا. بس كده انا هنا قدمت الاكل وكلنا والحمد لله، وكانت اكله جميله جدا وما كانتش على البال خالص، وما كلفتنيش وقت خالص ولا مجهود ولا اي حاجه. الموضوع يا جماعه بسيط جدا وسهل جدا جدا. جربوا بجد الوصفه دي وهتعجبكم، وبجد بجد لو عجبتكم ادعولي دعوه حلوه. سلام.